السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام وين ما كنتوا تكونون. مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير، كلنا على وقته. هذه مجموعة من الذهب عيار 21. شوفوا الجمال، هذه عبارة عن نمر، بس صراحة شكلها وايد حلو. وهذيلي بعد هذا نص ليرة كأنه أو ربع ليرة، لا أعتقد هذا النص، بس شكله ما شاء الله وايد حلو، جميل جميل جدا. موديل خفيف وعادي، يعني مو مال مناسبة، مال طلعة خفيفة. هذا اللي هو هذا الربع ليرة، وما شاء الله بس شوف شلون التصميم، ما شاء الله يهبل شحالاته. ولا ايش رايكم انتم بنات؟ جميل جميل صراحة، وايد حلو. الله الله الله، يا سلام. شوف ندخل على الصورة اللي بعدها. هذا اللي يسمونه المردف، الليرات. هذه ليرة كاملة، هذه يسمونه المردف، كان امهاتنا اكثر شي يلبسونه يحبونه. هذا بعد كأنه نص ليرة هذا، وهذا طلع أكثر شي بالتسعينات الموديل هذا، يعني كان منتشر كثير صراحة، وكان وايد حلو صراحة. في منه ربع ونص وليرة عادي. هذه خواتم الليرة، وهذه الربع ليرة، بس صراحة وايد حلوين صراحة. أنا من عشاق الليرات. شوف شو الجمال، ما شاء الله يهبلون صراحة. هذه الصورة الليرة الربع ليرة الطبع، مو ربع ليرة الأصلي. هذه هني عندكم يعني شغلات خفيفة مثل الحلق اللي هي تراتشي احنا نسميها، هذيلي اللي هم نفس الدبابيس. هذه ربع ليرة طبع يعني، بس جميلة جدا. هذيلي أساور، هذيلي أساور يسمونهم كريستال، لمعتهم وايد حلوة صراحة، جميلين جدا صراحة، روعة، وايد حلوين. أما بالنسبة لهذول المضاعد يسمونهم دقة بالقاري، هم وايد حلوة صراحة، شكلها وايد حلو. شوف شلون فايتين ببعض، جميلة جدا. وبعد فيها هم بعد لمعة ما شاء الله تهبل، جميلين جدا. الذهب جميع أشكاله صراحة حلو، خاصة الموديلات الجديدة والدقات الجديدة. هذه اللي بعد، هذه مو الليرة، ربع ليرة هي، بس هذه اللي الطبع يعني مو ريال. وهذه بعدها طبع، مو ربع ليرة بس طبع، يعني مو أصلي، مو الليرة الأصلية، بس وايد حلوين. هني بعد هذيلي هم يسمونهم مضاعد دقة بلغارية، وايد حلوين صراحة. وهني اللي يوصل معاي لهني نكون وصلنا آخر الفيديو، إن شاء الله يكون نال على إعجابكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك حبايبي، ويلا مع